السلام عليكم الدراري والدريات، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم القصه ديالنا ماشي بحال القصص العاديه. اليوم غادي نهضروا على واحد العدو صامت كاين في تقريبا في كاع البيوت المغربيه. العدو سميتو الارهاق النفسي والاجتماعي. بطل القصه ديالنا كريم، 30 سنه، شاب في مقتبل العمر، معيل الاسره، الدري اللي كياكل الدق في صمت حيت خاصو يكون راجل. ريم الزوجه ديالو باغا حياه مستقله وكطالب بحقوقها العاديه. زهراء الام ديال كريم امراه كبيره خايفة على ولدها ولكن معتادة تلقي عليه الهم ديال الدار كله. سمية الأخت الصغرى يلا كتدخل لعالم البالغين وباغا طلباتها تلبى. تخيل معايا شاب باقي في 30 سنة حاطين عليه 3 نساء أملهم كله فيه، وكيفاش هاد الثقل غادي يوصل به لنقطة لا عودة. صوت الساروت كيدور في الباب. كريم داخل الدار مع 9 الليل، وجهه صفر وكتافو طايحين. هاز الصاك د الصخره في يد وفي يد الاخرى كاين كينات ديال الراس. كريم رجع من بعد 12 ساعه ديال الخدمه في تماره. البدن ديالو ميت بلايا وعقلو عامر بحسابات ديال الكرا والماء والضو والسيديهات الصيدليه. بحرا حط الصخره وسمع الصوت اللي كيتكرر كل نهار. الام جالسه في الصالون. ولدي كريم راه جات ورقه الضو والما قاسحين هاد الشهر. اختك سميه راه خاصها الفلوس د الكتوبه والبيرمي، راه تحشم قدام الناس. كريم كيحاول يبتسم ويمسح في وجهه. واخا الوالد ربي يصاوب، غدا نشوف مع الباترون يعطيني التسبيق لافونس. ريم الزوجه خارجه من الكوزينه معصبه شويه. كريم واش صوبتي ديك الثلاجه؟ راه تقهرت بالماكله اللي كتخسر، وراه اختك سميه واخده راحتها في المصروف وانا اللي مرتك ديما خاصني ننتظر. في ديك اللحظه كريم جالس في الوسط بين الام باغا ولدها يتحمل المسؤوليه، والزوجه باغا حقها والعيشه الكريمه، والاخت الصغيره باغا تفرح كي بحال الدريات. كريم ما جاوبش حد، غير ابتسم ابتسامه باهته وقبل الراس ديال امه ودخل لبيته. دازت اسابيع كريم ما بقاش كينعس مزيان، كيفكر في الديون وفي الخدمه اللي متهدد فيها وفي الطلبات اللي ما كتساليش ديال كل واحد من العائله اللي كيشوفوه هو سوبرمان اللي خاصو يحل المشاكل كاملين. نساو باللي كريم راه غير انسان من لحم ودم، وباللي هذيك 30 عام راه غير رقم، اما قلبه وعقله راه شرفوا قبل الوقت. في المطبخ سميه كتقول خويا كريم راه خاصني ضروري 500 درهم هاد السيمانه، راه كاع صحاباتي جابوا حوايج جداد. كريم بصوت خافت اسمحي لي يا اختي راه هاد الشهر مزير بزاف، غير صبري معايا هاد الايام. سميه ديما هاد الهضره كريم، راه انت خويا الكبير وخاصك تكلف بيا. الكلمات كانوا كينزلوا على كريم بحال الشواك، حس براسو محاصر من كاع الجوايه. ما كاينش اللي يسولو كريم انت كيفاش داير، واش مرتاح قلبك شويه. واحد الجمعه في العشيه كريم رجع للدار بارده في صدرو وكتفو اليسر كيضرو. كان باغي غير بلاصه يرتاح فيها، ولكن غير حل الباب بدات الملاكمه الكلاميه العاديه. الام بالتكاليف الدار، الزوجه بمتطلبات المستقبل، والاخرى بمتطلبات المراهقه. الصوت كيبدا يرجع بعيد بحال كريم كيدوخ. الام كريم هضرتي مع الكراي؟ ريم كريم راه العطره قربات وما مشينا فين. كريم واقف في وسط الصالون حاط يدو على صدرو كيحاول يتنفس. انا غير باغي غير نرتاح. صوت ديال طيحه قوي في الارض. كريم طاح في الارض، سميه كتغوت، ريم كتجري، والام كتبكي وكتقول ولدي نوض راه غير ضاحكين معاك. جاو الاسعافات بالزربه ولكن كان الوقت راه فات. كريم مات بسكته قلبيه مفاجئه. القلب ديال شاب في 30 سنه ما قدرش يستحمل الضغط بحال 80 سنه ديال الضغط والارهاق النفسي. مات كريم وخلى وراه دار كامله كلها ندم. الام زهراء عرفت باللي ولدها كان كيموت كل نهار قبالتها وهي ما كانت كتحس. ريم عرفت باللي الضغط كيقتل وباللي المتطلبات ما عندها معنى الا مشى صاحب الدار. وسميه عرفت باللي خوها الكبير كان كيحرق راسو على قبل شمعة تضوي عليهم. العبره الدراري والدريات رحموا بعضياتكم، خصوصا المعيل ديال الدار، الاب، الاخ، الزوج. هاد الناس راه ماشي الات ديال الفلوس. الضغوطات النفسيه والاجتماعيه راه كتقتل بصمت، والسكته القلبيه راه كتاخذ الناس في مقتبل العمر حيت كيستحملوا في صمت وما كاينش اللي يحس بهم. رفقا بمن تحبون قبل ما يفوت الاوان وتقولوا يا ربي كنت صبرنا عليه. نتمنى تكون هذه القصه تقيس القلوب ديالكم وتوصل عبره ليكم. سلام الله عليكم، الى فيديو اخر.